السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كلامنا ببسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصي بقى، احنا النهاردة هنعمل أكلة محشي. بصي، انا نزلت السوق النهارده الصبح بدري، جبت الحاجات الطاسه الجميله دي. بصي، الحاجه طازه، القوطه والخضره والكرنب كله بيجي الصبح بدري، بيبقى الحاجه طازه. ومعايا اول حاجه انا جبت كرنبتين. بصي الكرنب اخضر وجميل ازاي زي قلبكم. قطعت طبعا الراس بتاع الكرنب وهنسلقه بقى دلوقتي معاكم، وهتشوفوا هنسلقه ازاي. تمام كده. انا بص طلعت كل الورق من بعضه، يعني خففته شويه كده عشان ما تبقاش الكرنبايه كبيره قوي على الحله. وقمت جايبه حله مليتها ميه وحطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها شويه ملح، ونزلت بنص الكرنبايه بتاعتي كده، وبقلبها على الجهه التانية. واقوم شايلاها. خلصت اول كرنبايه، هحط الكرنبايه التانية زي ما انت شايفه كده. بص الكرنب اليومين دول ما بياخدش سوا بسرعه. ولو عندك حته ليا بقى يا سلام، عايزه اقول لك اللي في البصل ده ليا. بجيب الليا اللي هي تحت الخروف وبقطعها حتت صغيره، وبسيحها في الزيت، وبنزل بالبصل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لك ريحه الليا في البصل مفحفحه بصوا، عايزه اقول لكم ريحه جميله جدا اكني بشوي لحمه على الفحم. زي ما انتوا شايفين كده. بصي الزيت ده كله ده اللي هي منزله السمنه الجميله بتاعتها. وعايزه اقول لك بتبقى في المحشي طعمها جميل وريحتها جميله جدا جدا جدا. لو انت عندك حته ليا، قومي بسرعه اعملي حله المحشي الجميله دي. بجد هتاكلي احلى حله محشي بالليا. واللي ما جربهاش يجربها على ضمانتي، بجد بتبقى طعمها جميل وتحفه. تمام. انا دلوقتي بحمر البصلايه بتاعتي، وعايزه اقول لك لما احمر البصلايه وتبقى اللون البني بتاعي ده، هتبقى الليه بتاعتي دي دابت في قلب البصل، مش تبقى زي ما هي كده. هي مع التحمير بتاع البصله هي بتدوب معايا لانها بتبقى عباره عن سمنه، فبتسيح معايا في البصلايه بتتحمر. بجد جربي. تعالي بقى نحضر القوطة عشان نحطها على البصل. معايا القوطة الحمراء الفريش الجميلة بتاعتي دي، وهنزل عليهم بقى بشوية الشطة الحلوين بتوعي. شوية الشطة ديت بتخلي المحشي في حتة تانية. احنا بنحب المحشي بتاعنا بالشطة. اللي مش بيحب الشطة بلاش يحط الفلفل، لكن احنا بنحبه يكون حامي. خلاص كده البصلة بتاعتي اتحمرت، ادت اللون الذهبي بتاعنا الجميل ده. هننزل بقى بالقوطة بتاعتنا الفريش الجميلة مع البصلايه. وانا عايزه اقول لك انا بكتر البصل عشان تطلعي المحشي كويس. لازم تكوني مكتره الخضره ومكتره القوطه في المحشي. يعني انا عامله كرومبتين حاطه يجي 5 كيلو قوطه، لان انا بحب القوطه كتير في المحشي عشان المحشي يطلع احمر وجميل. بصي لون البصلايه بتاعتي دهبي وجميل ازاي. انزلي بقى بالقوطه بتاعتك الجميله دي في البصلايه. واللي اول مره يشوفني ويتابعني، انا ابداعات ومطبخ هاجر. اوعي تنسيني باللايك الجميل بتاعك على القناه بتاعتي، ادعميني، فعلى الجرس يوصلك كل حاجه بعملها. اوعي تنسيني بكلمه جميله منك كده ودعوه حلوه منك. الله يصلح حالنا وحالكم ويرزقنا جميعا يا رب العالمين برزق اولادنا، ويصلح حالنا وحالكم ويبارك لنا فيكم، اللهم امين يا رب العالمين. كده انا نزلت بالقوطه بتاعتي ده تاني شاف قوطه اعمله، وهنزل بالتالت برضو. بصي القوطه حمرا وجميله. بصي وخلاص القوطه قربت تسبك معايا. تعرفي ازاي إن القوطه اتسبكت معاكي؟ لما تلاقي القوطه بتطرطش كده على ايدك وانت بتقلبيها، اعرفي ان كده خلاص. كده المحشي بتاعك الصلصه بقت مية مية واتظبطت، وبقت احلى تقلية صلصه. تمام كده. حضرت الخضرة والرز بس عفوا لان الفيديو ضاع مني. فانا كده حطيت الرز بتاعي وحطيت الخضرة. طبعا نحط بقى الكمون والملح والفلفل الاسود الطبيل بتاعنا في الخلطة الجميلة دي. وقطعت الكرنب زي ما انت شايفة. وادي بقى يا ستي البتنجان والكوسة والفلفل حشيتهم. وطبعا عملت معاكي الكرنب بتاعي، لفيته زي ما انت شايفة كده. اوعي تنسيني بدعوة جميلة منك. انا بحبك في الله، وربنا يكرمنا جميعا. بصي بقى اقولك على تركايه بقى وانت بتسوي المحشي. لو المحشي معاكي بيغلي من جنب واحد، حطي الطبق كده في النص، هتلاقي بصي في النص المحشي غلي معاكي.
اللي ما بتعرفش تسوي المحشي لان بيغلى من مكان واحد من جنب واحد، حطي طبق في النص كده في الحلة، هتلاقي المية بتغلي معاكي من الجوانب كلها زي ما انت شايفة كده. وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.